تعال اقدم لكم امتع اسيست شطرنجي في تاريخ اللعبه. مباراتنا بتتلعب سنه 1966 وتحديدا في بطوله العالم. مباراه بتتلعب ما بين اسطورتين. اول اسطوره معانا وهو بتروسيان صخره الدفاع اللي بيلعب بالقطع البيضاء ضد بوريس سباسكي اللي بيلعب بالقطع السوداء. وكانت اخر نقله لسباسكي انه لعب الروك بتاعه في الاس 7 بيحمي الروك اللي موجود في الاف 7، فرد عليه بتروسيان وراح اكل الروك عن طريق الفيل. بتشيك على الملك، فرد سباسكي وراح اكل الفيل ده بالروك. وهنا لو اللاعب الابيض قرر انه ياكل الروك ده بالحصان الجيم هيخلص تعادل. بس بتروسيان يقرر في الشكل ده انه يلعب اجمل نقله في تاريخ الشطرنج ويروح مضحي بالوزير بتاعه ويلعبه في الاتش 8. ايه الفكره من النقله دي؟ الفكره ان الوزير بيعمل اسيست للحصان. فهنا انا بدي تشيك على الملك، انت هنا مجبر انك انت تاكل عن طريق الملك. فساعتها هرد عليك واروح واكل الركب بالحصان، تشيك على الملك اللي موجود في الاتش 8 وهات الوزير اللي موجود في جي 5، فالملك يتحرك، ساعتها تخسر الوزير.